أصدقائي صديقاتي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. يا كوتش مش هتقول مبروك على انضمام إمام عاشور للأهلي؟ مبروك يا سيدي. لا مش من قلبك يا كوتش خالص. ما تفرحوش قوي كده، ممكن تلاقيه يتدلع ولا يتنيل على عينه ولا يلعب بتلاتة ساخ حتى. إن شاء الله بالالتزام والانضباط هيبقى من أحسن اللعيبة موجودة في مصر. المشكلة مش في إمام عاشور يا كوتش، المشكلة في إن الإدارة فن. الإدارة إيه يا كوتش؟ فن، ودي حاجة بعيدة عن الزمالك خالص. وايه الفن في كده يعني؟ لا دي كلمة كبيرة. الإدارة فن يعني تختار الكوادر المناسبة في كل منصب. الإدارة فن يعني تختار الكادر المناسب اللي يثبت وجوده وينجح في المكان، مش عزبة بيديرها واحد بقى بالكرباج والعصاية. حاسب على كلامك كده فرفوش، ايه عزبة وكرباج وعصاية دي؟ يعني أنت كزملكاوي شايف إن إدارة الزمالك ناجحة؟ اه طبعا ناجح، بدليل اللي هما جابوا 2 دوري. كل كام سنة كده بطولة، يبقى ده اسمه نجاح؟ اللي الأهلي بيطلع من بطولة وياخد بطولة تانية واللي ياخد اللي بعدها ويفضل متواصل على كده، ده طبعا بتسموه فشل. اللي أنتوا بتعملوه هو اللي اسمه نجاح. الزمالك بس محتاج ان هو يفوق من اللي هو فيه والازمات المتتاليه ووقف القيد، وعايزين ان الصفقات تتم ويجيب صفقات بناء على رؤيه المدير الفني. شغل لازم يتعمل ولازم نبدا بصفحه جديده. صفحة جديدة ازاي وهو كرئيس معزول ولسه بيدير النادي وبيتحايل على قانون؟ لازم اللي هو تحطوا مجلس إدارة صح وتمشوا على لوائح وقوانين وتحترموا النظام وتطبقوه على نفسكم قبل على أي حد. صح ولا إيه؟ عمر ما الزمالك هينصلح حاله، وانتوا طبعا كاهلاوي فرحان في اللي بيحصل فيه. بالعكس، اللي بيحصل ده للزمالك ده بيأثر على الكرة المصرية وبيأثر على الدوري. لما بيبقى فيه 5 6 فرق 7 فرق بتنافس على الأول 3 مراكز الأولى، غير لما يكون فرقة واحدة والباقي بيدور على هو يهرب من الهبوط، يبقى ده دوري. ما انتوا بتخطفوا اللعيبه ومسيطرين على كل حاجه، وانتوا يعني سايبين حد يعمل حاجه. نرجع بقى الشماعه ونقعد نعلق اخطائنا، واللي بيقول لك ده بيدمر النادي الزمالك والاهلي عايز ايه ينتقم منهم ومش عارف. احنا ضربنا على ايد اي لاعب علشان يجي الاهلي. ما هو ده اللي انا بكلمك فيه، ما فن الاداره ده بحر. لما تيجي انت مثلا لاعب وتقنعه ان هو يلعب في الاهلي بيلاقي استقرار والتزام وانضباط وفلوسه بتجيله في مواعيدها، بيحقق بطوله من البطوله، طبعا لازم يجري على الاهلي. مكان فيه مرتب ومنظم ومكان فيه هرجله وعشوائيه، هتحب تقعد في الاهلي؟ المكان المنظم الناجح. بقول لك ايه، انت تعبتني. انا مهما قعدت اتكلم معاك برضه اللي في دماغك في دماغك، وهو ده اللي جايبك ورا. اوعى الشبح يا عم الحاج، الشبح وصل النادي الاهلي. اصدقائي صديقاتي احبابنا متابعينا في كل مكان، يا رب يكون اسعدناكم ويا رب يكون وفقنا. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه ايمن سبورت 2.